اتصلت بالاخ حيدر، قلت له ليش ما انت مو عندك البخاري وعندك مسلم وعندك مسند احمد وذني؟ قال ايه. قلت له اذا انت جايب ذني كلهم تفاسير ابن كثير والقرطبي، ليش ما تجيب سعيد فرج او تجيب متاتيا او تجيب رضا قلقيله وتناظرهم؟ عارف شو كان جوابه؟ قال لي اذا صعد معي سعيد فرج وسويت بيه ويا مناظره مثلا وغيره، مناظره الى دقائق ولدقائق، مثلا انصمت حيدر امام هذا سعيد فرج، او انخزى حيدر او انسحق حيدر بالمناظره، منو بعد يتابع حيدر ومنو بعد يحترم حيدر؟ وانخزى حيدر او انسحق حيدر بالمناظره، منو بعد يتابع حيدر ومنو بعد يحترم حيدر؟ ما عشان كده اول مره عملت معاه سؤال لما بيقول لي ليش دي الاسلام، ايه الجديد اللي جيب الاسلام؟ اول مره طلعت معاه جيب قاطعني مره واحده نزلني وقال لي مش عارف، يقعد ينزل صور وحاجات بايخه كده. قلت له لا، ايه تعمل معاه مناظره؟ قال لا ماليش في المناظرات، وعلى فكره مسجلها موجود معاه التسجيل، اسمع لك دلوقتي لو عاوز. قلت له نعمل مناظره؟ قال لي ماليش في المناظرات. هو قالها على فكره. ايه هو يريد عنده فكره مثلا يريد يطرحها للناس ويروح، ما بده مناظره لان ما يصمد. لا حول ولا قوه. وانت كده، طب ما انت كده بتضل، طب ما هو كده بيضلل الناس. لا مو انا ما اقدر اقول لك المسيح، لا انا ما اقول لك بيضلل الناس، يعني المسيحيه صح وتنثبت، لكن الناس يعني ما تقدر. انا بقول لك هو كده بيضلل الناس، مش المسيحيه كذا ولا كذا. المسيحيه فيها صح وفيها خطا الايام دي يعني، لكن بتكلم على الشخص. انت دلوقتي اذا كنت طالب حق افرض يعني عندي مثلا هعزم الناس على عزومه، هجيب كل الاكل اللي عندي، الحلويات، تفاح ولحم وكله. اكو نقطه شيخ سعيد، في ناس مو طالبه حق، لا هو عنده فكره مقتنع بها يريد يفرضها على الناس. هو غالبا الناس اللي قاعدين في، على فكره كل اللي هربانين في كندا والناس ديت واخدين فلوس وبيعملوا كده. انا اظن انت مش معترض معاه في النقطه دي. لا يعني فلوس هذه قديمه صدق، مين؟ لا يعني فلوس هذه قديمه صدق. حيدر بياخد ومبسوط جدا وما بيشتغلش، حيدر بالذات. يا اخي انسان بكندا وحق ربك الخلقك ما اخذ غير راتب الدوله تعطيني لي المريض ما اشوف $1500. ما انا عارف انا عارف ولا واحد قلبه. انا عارف ان هم بيدوا عارف انه بيدوا راتب في كندا، انا عارف. ايه. لا، في واحده قالت لي هناك في كندا بيدوا وجنسيه بعد فتره، بيدوا جنسيه وبيجوزوك بنت كمان، يعني واحده لو حبيت تتجوز يعني. انا هلا صار لي تقريبا 6 شهور في كندا، سنه كامله 3 سنوات يلا يعطوني الجنسيه، بس بامتحان لازم تحكي انجليزي. عارف في ليفل واحد وليفل واحد وليفل 9 وليفل كذا، عارف. هلا انا راح يعطوني بدون امتحان، يعطوني الجنسيه. ما عشان بس انت عندك ظروف. ايه عشان مريض. انت في تورنتو ولا في ايه؟ ايه في تورنتو، انا يم ايمان. ايمان محترمه بصراحه. ايه ايمان محترمه. ليش خشنس؟ لا اخت بشرى بتحبش تشتي. اخت بشرى تعرفها؟ بشرى كل يوم تدخل لي على الخاص تقول لي يا سعيد يا وسخ وتمشي من غير ما اكلمها. اه والله، مع انها عجوزه في السن، وقلت لها يا ست احترمي سنك، عيب تشتم وتطلع. ابنها مسكها مره قال لها انت داخله عند سعيد ليه؟ قالت له عشان مش عارف ايه.